طيب يا مساء الخير يا شباب أو صباح الخير، يا رب يكون كل وقتكم بخير بإذن الله. طيب في الفيديو ده هنتكلم في ببساطة مع بعض عن ريل بروجكت. طبعا اللي منكم عارف حاجة مثلا البروجكت ده ده في منحة مبادرة مصر الرقمية. آه وكان كمان كان في حاجة زي كده كنت عملتها في منحة تانية كانت اسمها مش عارف بيسايكل تقريبا. ما علينا، هي كانت شركة هندية تقريبا، كانت في لينكد ان، كنت شغلت على بروجكت زي كده. عامة هو تقريبا الستاندرد بتاعتهم كلهم ثابتين. أنا بس حابب أتأكد إن صوتي شغال I think it's working يعني. طيب طيب خلينا نبدأ هنا حاليا بال يسمعنا كده كويس؟ طيب خلينا خلينا نبدأ بالبروجكت. فعليا انت لما بيكون عندك بروجكت بتبدأ ان انت تفوكس اكتر عن ان انت بتدوكيومنتد each and every step ده في البروجكت، وبالذات الفريلانس. ليه؟ لانه بكون عايز اكتبها انت عملت ايه. انت you were going to present the data، بس at the same time انت المفروض ان انت هتحاول ان انت تدوكيومنتد. طيب احنا خلينا نفتح مع بعض ثلاث حاجات. اول حاجة وهي الداتا ذات نفسها. الداتا اللو داتا او زي ما احنا اتفقنا الرو داتا، يعني رو داتا يعني الداتا before to make any kind of cleaning. دي كانت الداتا. تمام، يعني لو اخدنا كده. طيب دي كانت داتا. طبعا هتلاقي هنا مثلا حاجات زي كده فاضية، طبعا في حاجات اهي، في حاجات زي كده. طيب فبدأنا ان احنا نعمل ليها cleaning. طيب بخصوص الكليننج انت بتخش خطوات هنبدأ بقى نقرأها من هنا. خليني بس اديكم overview الاول. الداتا كانت خاصة data analysis using Power BI. البروجكت introduction كان بيتكلم البروجكت ده عن analyzing the posting from Kaggle is data set to understand the job trends and the types of skills required and the company insights in the US tech sector. طيب الأوبجيكتيف ساعتي كان clean and pre-processes، إن أنت بتعمل لها clean الداتا، وإن أنت بتطلع منها بإنسايتس مفيدة، وبتحاول إن أنت provide actionable insights. خلي بالكم من actionable اللي إحنا اتفقنا قبل كده في فيديو قديم، إن أنت you have to put smart questions: specific, measurable, achievable, relatable, and time bound. Um, أو we can say time frame يعني. طيب التارجت اودينس بتاع الناس اللي زي كده، حقيقة احنا ممكن ساعتها ان احنا عندنا مثلا زي الجوب سيكرز، الناس اللي بتطلب عن شغل. ليه ممكن يتم بحاجة زي كده؟ هنتكلم بعدين. الشركات، الريكروترز، وكمان الناس اللي مهتمة في الشغل في يو اس. ممكن كمان ناخدها كترندنج، لان يو اس it will be applied each and every country as well. And the final project to the DBI or project track. um, Power BI track ده which is اللي هو زي ما احترام بالمسؤولية. طيب السكوب اوف وورك. احنا اتفقنا ان الداتا دومين فين. الداتا data source كان كيجل، والدومين the data including job titles, companies, countries, number of applicants, job location, skills, and job types. Analysis methodology يعني منهجية التحليل. والله ده it will be including the power query اللي احنا بنجيبه، طبعا عارفينه. او الداتا لما بتعمل ترانسفورم من باور كويري بيجيب لك ان انت تعمل including وتابلاي ده including. طبعا for data transformation and DAX for calculation. DAX DAX ده اللي هو المصطلح الخاص بحتة ان انت بتطلع بيها بانسايتس او بتعمل لها زي ما تقول كده الموف للداتا اللي هي not clean enough والى ما اخره. وده اللي هنبدأ نشوفه مع بعض. data clean process. بدأت ان انا بتأكد من التايب. ليه؟ طب بتأكد من التايب اول حاجة لان انت لما بتيجي تشتغل مثلا، وهنيجي مثلا نخش على مسألة مثلا إحصائية وهي مش نيوماليك، الداتا مش ارقام، الداتا هي بقى اسم او حاجة زي كده. هو 40 ده بالنسبة له اسم، هو مش فاهم حاجة زي كده. طبعا احنا اكيد هنعرف حاجة زي كده لما هوريكم مثلا
الداتا. تعالى كده نشوف مع بعض فعليا، ورينا كمان نقدر. يعني أتمنى بس إن هو إيه، الجهاز ما يتعبش مننا، لأن هو الأيام ده مرهق أوي حقيقة، يعني كتر خيره. أنا كنت بعمل مونتاج فيديو من شوية. بس خلينا كده نحاول. يعني هو قرب موظن انيبل. لا هو هيفتح عادي جدا، هو بيقول لي كده عادة كل مرة بيفتح. مش عارف ليه يعني، بس that's my final ده actually الفاينل فيجن او final update بتاع داتا بس. اوكي دلوقتي انت تقريبا بس ما علينا. اوكي طيب، انت بتخش هنا swarm data وبتبدأ بقى تغير الداتا يعني. اوكي ثانية واحدة. اوكي. بتخش هنا transform data هنا، بيجيب لك ده. فهنا ببدأ باور كويري، طبعا موجود في الاكسل زيه. طبعا ده علشان انا غيرت المكان، فانت ممكن ان انت تغير اللوكيشن. انا بعمل كده اهو. بس الفكرة كده ان هو هيدينا الداتا القديمة. آم، طيب خلي ده هنا. طيب دلوقتي وكده كده احنا مش هنحتاجها في حاجة. مش هحتاجها في حاجة، لان it will be يعني applied without any issues بعدين. بس احنا عرفنا فين الترانسفير. طيب بعد كده بنبدأ إن إحنا هنجيب دي تاني. طيب آم، طيب داتا. بعد كده بنبدأ بقى حتة الموف. أي حاجة not rated. بمعنى إيه مثلا؟ والله كان موجود عندي تايتل addition info، بمعنى بيتكلم عن التايتل ده بالديتيلز. أنا حقيقة مش هحتاج. يعني هو بيتكلم عن إيه الفرق ما بين مثلا برودكت اونر وبرودكت مانجر. انا حقيقه ممكن اكون مهتم، ممكن لا، ولكن ده على حسب الدومين. ولكن انا حقيقه اخترت ان انا الغيها. and job skills to focus on. انا مش شغلت الجوب سكيلز، بس انا عملتها ديفايد، يعني ده اللي هنفهمه بعدين. بعد كده handle missing values. number of applicants column by bracing و values. اي حاجه كانت ال number of applicants مش موجوده. احنا عملنا اقتراح من خلالنا ان هي والله يبقى كده مفيش حد قدم على الشغلانه دي. حقيقة ممكن في ناس تيجي تقول لك لا، في اكتر من طريقة هاندل that's your own way. و if you are going to work in the real project، انت هترجع للشخص اللي انت بيكون owner this data، وتقول له based on this column احنا عندنا واحد اتنين تلاتة. والله انت which one you prefer to pick up يعني. ويجي يقول لك والله انا عايز اخدها بالمين مثلا، بالميديان، او عايز اخدها مثلا بحته حاجه تانية. على حسب جروب باي مثلا. يعني هي على حسب. الحقيقه انا جربت فيها جروب باي، هنفهم كل الكلام ده في الداتا، ولكن ما نفعتش، او ما كانش افضل سولوشن يعني. um, create a job location state. come by dividing from job location and replace US. طبعا كان في عندي بعض الحاجات كان موجود جوب لوكيشن مثلا، ولا تكساس ولا انديانا ولا اي حاجه. هو كان جايب لي مفيش. كنت بعمل انا او يعني نون. يعني ما فيش يو اس مثلا او حاجه زي كده، او كنا بنبيسز with يو اس with I'm sorry يو اس ذات نفسها. اوكي طيب بعد كده طيب بعد كده check and remove duplicates to ensure that in data integrity. The duplicates which one is most important part حقيقة. واهم حاجة تعرف ان انت ازاي تحذف الدوبليكيتس. الدوبليكيتس بمعناها ان الداتا تكون not the same for each and every letter. يبقى بمعنى ايه مثلا؟ انا اسمي مكاري جمال مثلا، ما ينفعش ان انا يكون مكاري جمال اخد برودكت مثلا النهارده آه وتحسب مرة مرتين. لو أخدت برودكت مختلف ساعتها الداتا is not gonna be duplicated. it will be it's okay يعني. ده هنا مش هيبقى في أي دوك. الدوبليكيت بقى بيأثر في حاجات كتير أوي، من ضمنها unconscious bias، unfair use، unethical، وإلى ما آخره. من الحاجات الخاصة بإن أنت مينفعش إن أنت to be including in your job يعني by any chance، عشان تعرف إن أنت تطلع بترفورم يعني حاجة كويسة، وحاجة تكون طلعه.
حاجة كويسة للشركة بتحتاجها بروفيت أعلى يعني. طيب correct data errors found during أي حاجة بقى والله، يعني ممكن والله space مش عارف إيه، just to make sure يعني about it. uh, remove rows with the missing values for company name. حقيقة والله ساعتها أنا كان عندي داتا كبيرة جدا، ما يقرب عن مليون وحاجة، أو على ما أظن يعني، أو لا ما كانش مليون تقريبا. خلينا كده نشوف، لأن أنا حقيقة الجوب التاسكاية دي عملتها من فترة، بس يعني لا هي مش مليون تقريبا. طيب خلينا، لا مش مليون خالص، لا طبعا، ده كان حاجة تانية خالص اللي كان بمليون. هو زي ما احنا شايفين هنا 25,000 بس، فمليون لأ طبعا، هي it's really too far. سوري يا شباب. ف والله لقيت الداتا 25,000 يعني، والله لو احنا هناخد 80 واحد فمش هتفرق كتير قوي. فده حصل رجوعا عن my own perspective for the data itself. آه بعد كده عملنا حاجة اسمها add job status column based on remote or on-site workplace extracted job title addition from احنا كان عندنا column كان اسمه job addition info. والله job addition info كان بيوضح لنا حاجة واحدة بس، الجوباري including as a أو involve as a remote ولا on site، فاحنا قسمناها على طول فاهم. exact three categories زي ستارت اب. طبعا احنا قسمنا الداتا والله، قلنا يا جدعان والله اللي اكتر من 51 ل 200 employees for example that it will be مثلا large مثلا. وكل الكلام ده هتلاقيه بقاعدة اف، يعني كان حاجة سهلة يعني، ما كانش حاجة صعبة خالص طبعا. بتحط بقى examples، بتحط two first two conditions والتالت بيطلع. بعد كده والله عملنا الداتا table creation. خلينا لغاية هنا نتكلم عن overview في الداتا، أو خلينا نكمل مع بعض الدوكيومنتيشن علشان تكونوا إيه عينوا في مرة برضه أقسم الفيديو. والله أنا عملت الداتا تيبل دي، داتا تيبل كنت حابب إن أنا أعمل السكيما دي بناء على حاجات كتير أوي. اخدت الديتس، انا عاده يعني انت لما بتشتغل باي داتا طلع الديت في سكيما لوحدها. طب ليه؟ والله it will give you more chance ان انت ايه آه تلعب بالتواريخ، يعني في زي التايم سيز مثلا او حاجه زي كده، انت عايز تلعب بكوارتز مش عارف ايه، تعمل فانكشنز اعلى بالداتا في اللي هي بتاعت اندكس بتاعت الخاصه بالارقام. فالحاجات دي لو انت خليتها including the table itself انت مش هيكون عندك الفلكسبيليتي ان انت تلعب بيها. حاجه زي كده ممكن تمباكت عليك. طيب create a new job skills table to، طبعا انت job skills اللي احنا اتفقنا حطيت الجوب skills ليه؟ عشان اربطها بالجوب بوستنج. ف each and every مثلا لما اختار مثلا الجوبات بتاعتي فيجيب لي كل السكيلز تبعها، فاهمين؟ وطبعا كان في حاجات نيدي في حاجات لا، يعني ده كانت رأيي وده كانت وجهة آم، وجهة نظري الداتا يعني. طبعا ريموف بقى بلانك روز كانت مجربة على 2200 to ensure data quality. establish many to one relationship، طبعا هو دي الحاجة الوحيدة اللي بتشتغل، أو دي في معظم داتا many to many أو one to one. that's يعني مش حاجة often إن أنت تلاقيها حاجة زي كده. طبعا measures زي مثلا والله حاجات زي مثلا بسيطة جدا، مثلا زي standard definition مثلا أو مين أو أي measures بقى عندك. analysis lasers graphs and visualization. طبعا والله احنا total number، فاحنا كل الكلام ده هنشوفه اهو، مثلا ده اللي حصل هنا. طيب challenge and solution. والله التشالنج اللي انا قابلتها ان انا حاجات نهندل حاجة زي كده، والسوليوشنز اللي انا provided ان احنا ممكن نلغي حاجة زي كده text cleaning. احنا بنتكلم على cleaning process. طيب ده طبعا حاجة من حاجات زي كده انا هقولها لكم بعدين اكتر، او في ال طيب هنا الكونكلوجن وبتكلم فيها على ال بعمل wrap up للproject و acknowledgements at the same time. The project provide a comprehensive size to the data itself من خلال بقى ال types skills مش عارف ايه ولما اخره.
ال types of work in the US هو طبعا ده توضح لي ال type of works in the US. آه يعني المفروض هنا types of work in the US take you data assess upon sites into the balance between the remote and the on-site work, highlighting a significant shift towards remote jobs in tech. Senior and expert level, senior rules, high demand reflecting to the industry need for experience. وضح طبعا أنا دلوقتي لو senior. Senior professionals are encouraged to seek opportunities to large companies to gain experience before potentially starting their own business. والله يعني انت لو حد سينيور او كده ده بيستحسن انت تشتغل مشاركة كبيرة before you start your own business. What can I do if I'm owner company مثلا؟ والله from this data can help you to understand that standard for other companies and the skills required globally. عشان تعرف انا شغال واقف فين لازم ابص على الناس اللي حواليا هم فين عشان نعرف نحط الميجرمنت. بمعنى الماركت عامة هو بيكون كله موجود مع بعض، مثلا أي شركة إكس مثلا شركة زد اللي كانت تيلي كوميونيكيشن، إيه اللي هنا اللي بيوفروه هنا وإيه هنا اللي بيوفروه هنا. فأنا لازم أعرف هل التلاتة التانية مثلا هنا مثلا في مصر اتصالات وفودافون وأورنج مثلا ووي اللي هي أصلا اتصالات، بس يعني خلينا نقول أورنج وفودافون واتصالات. التلاتة دول مثلا حاليا ده بيقف فين، وهل الاتنين التانيين بيستخدموا تكنولوجي احسن، ولو بيستخدموها هل اتس يعني applicable او achievable انها في الشركه التالتة اللي هستخدمها، ولا هل البروفيت هنا بيبقى مختلف هنا؟ طبعا بيبقى مختلف، ولكن احنا في حاجات ينفع تتجاه، في حاجات ممكن ننزل عنها والى ما اخره عشان ده هيساعدنا حاجه زي كده. طب ولو انا حد جوب سيك، انا حد بشوف الشغل، انا مكاني دلوقتي انا بدور ان انا اشتغل مثلا، والله I can understand that by this data ان انا to gain these skills from courses or scholarships and etc. بمعنى ايه مثلا؟ بمعنى لو انا هنخش دلوقتي في الداتا هنلاقي ان اكتر 3 skills مطلوبه مثلا كلاود، سيكوال، بايثون. طيب لو انا مهتم مثلا بمجال مثلا اي مجال فيستحسن ان انت تبدا بكلاود بكلاود. اول ما تبدا بكلاود بيبدا بقى ان هو يوفر لك التشانس ان انت تكمل وده بيبقى زي ما تقول كده انت ليك جزء كبير جدا، زي دلوقتي مثلا بيقول يقول لك اتعلم داتا اناليسيس او تو بي بزنس اناليتكس مثلا او حاجه. ممكن ناس تتكلم عن الفيديو ده هم ما يعرفوش، لكن هم عارفين داتا مجال مهم، لكن هم مش عارفين ازاي يتعلموا مجال زي كده. آه، حاجه زي كده، فبيجي يقول لك مثلا اتعامل بالباور بي اي وكذا وكذا وكذا. حقيقه هي مش مرتكزه على كده، وهي مرتكزه على المايند سيت المنتاليتي والى ما اخره، ولكن هم بيتكلموا على اكتر حاجه الكومن بين داتا اناليسيس ان هم الناس دي بتعرف تكتب كود او بتعرف باور بي اي او كده، فيستحسن انت عندك حاجه زي كده. طبعا في جزء بقى المنتاليتي والمايند سيت السوفت سكيلز مش عارف ايه وايه وايه، كل الكلام ده هم ما بيتكلموش عنها مثلا، ولكن هم اتكلموا عن كمان ده نفس الكلام هنا. انت والله لما بتختار باور باي، والله الباور بي اي ده انت دخلك جزء كبير جدا 30% مثلا من 40% في المجال، انت بس 60% مثلا مش حاجه تانية. ده نفس الكلام. طب والله لو انا personal normal person مثلا looking for a business to launch this data, it will be amazing for you if you'd like to provide courses. لو انا حابب ان انا provide courses، ان انا اقدم courses ليك، that it will be amazing ان هي تستخدم الداتا دي. ليه؟ هعرف والله الناس بتدور على ايه حاليا، بتدور على الكلاود، احاول ان انا اخلي يوديمي مثلا لو واخد يوديمي هنا، ولا احنا عندنا كذا كذا في تقريبا 25,000 هنا، فاقول مثلا في منهم 20,000 مثلا شغالين، وفي منهم 5,000 مثلا مش شغالين، هتعامل بروفايد كورس كلاودز ومش عارف ايه، ونحاول ان احنا نعمل بطريقه ما او اخرى ماشين ليرنينج او حاجه تعمل لنا ريكومنديشن للناس اللي هي بقى لها اكتر من يوم بتخش مثلا على موقع مثلا زي وظف او حاجه زي كده، ونبعت لهم ميل بوكس مثلا از ادفرتايز او حاجه زي كده، ويبداوا ان هم يشوفوا كورس زي كده يخشوا، فاهم؟ وتبدا حاجه زي كده. كل ده طبعا بيساعد البيزنس. طيب هنا ده جزء. طيب خلينا بقى نكمل في حته الفاينلز او الفاينل اوتبوت بتاعي از فيجواليز ذيس داتا يعني. طيب الفاينل اوتبوت، وده الحقيقه اللي كان جميل جدا. دلوقتي بكام حاجة اللي احنا اتفقنا عليها. طبعا هوريكم الكلام ده كفيجوالايز، ولكن احنا تقريبا اتكلمنا على السولوشنز او اتكلمنا عن ايشوز اللي قابلتنا تشالنجينج، الحاجات اللي احنا كنا عايزينها. بدأت ان انا اعمل هوم بيج، حاجة بيسكس قوي.
والله اوفر فيو، هنخش اوفر فيو من هنا. آه بديت والله التوتال جوب مثلا 25,000 نمبر اوف ابليكنز والى ما اخره. الفول تايم، البارت تايم، هنا الكونتراكت. هنا قسمت على الانترناشيب، التمبوراري والاون سايت والريموت، اللارج والى ما اخره. آم، طبعا انا بديك بس نص سريع لان كل ده اتكلمنا فيه. هنا مثلا اتكلمت عن هنا النورث نورث امريكا. تلاقي هنا كاليفورنيا مثلا اعلى واحده، بعد كده تكساس مثلا. في الجوب بوستنج. يعني لو محدش مصدقني هي كاليفورنيا، اسف هي كاليفورنيا لان انا فاكر الموضوع ده. طبعا انتوا بتتكلموا هنا مثلا عامل هنا سلايس اوت بالاون سايت او الريموت. هنا الافريج فيرز مثلا لو انت عايز توقع نفسك، لو انت رايح تمضي كونتراكت مثلا، ف you have to get more than um, 5 years ان انت to get as a contract يعني، او ده اللي بيبقى مطلوب. طب ليه؟ والله لان انت الكونتراكت ممكن تكون مثلا حد برودكت مثلا، برودكت اونر مثلا او برودكت مانجر مثلا. فانا عايز حد هيمسك تاسكايه معينه فتره معينه. زي مثلا انا حاليا في الصيف مثلا، علاقة الصيف مثلا بالكليننج او علاقة الصيف مثلا بالحاجات التنظيف كده. فيجي لان الحاجات طبعا الدنيا بتبقى دراي اكتر والدنيا مش احسن حاجه وكده. فبتلاقي بيبقى في مشاكل، فتلاقي ناس المنتجات اللي بتاعت الغسيل او التنظيف تلاقي بتنزل برودكت. فانا كمكاني مثلا هغير حد، انا هغير حد مثلا لفتره 3 اشهر مثلا بتوع الصيف. فبالتالي انا عايزه خبره كبيره قوي عشان مش عايزه يقعد كتير وقت، انا مش هقعد اعلمك بقى، فاهم؟ آم، يعني بعد كده هتلاقي طبعا تمبراري او فول تايم. التمبراري ده ممكن تسقايه مثلا. آم، طيب الجوب تايتلز هنا مثلا هتلاقيه طبعا سوفت وير انجينير اهم اكتر حاجه، وبعد كده هنعرف ان هو as a remote job it will be the first جوبايه يعني as a remote وكده. لان software at the end of the day يعني most of them they are dealing with the machine يعني، فاهم؟ يعني هم مش بيتعاملوا مع بني ادمين. طبعا هنا السكيلز والله لو انت حد ميدل سينيور ليفل هتلاقي الكلاود اول حاجه، بعد كده السيكول، بعد كده امازون ويب سيرفيس. بعد كده هنا لو انت اسوشيت هتلاقي نفسك السكيلز بايثون كلاود. والله لو انت حد انت ليفل فانت هتلاقي نفسك ان انت السيكول ده اهم حاجه، بايثون كلاود. ليه؟ والله الاسوشيت بيهندل الميد سينيور ليفل، هيهندل كلاودز وحاجات اكتر. الحاجات دي ليه؟ لان دي حاجه internally it's really important. بس انا عايز حد بقى والله اكسبورت الداتا ومش عارف ايه ويكتب عليها كود وكل الكلام ده كله، هو يكون انتري ليفل. ليه؟ لو انتري ليفل عامه اكيد الناس اللي هي ممكن تكون احسن مني وفاهمه في المجال ده، الناس السوفت وير او حاجه زي كده، هم في البدايه خالص هم بيبداوا ان هم، او ده عامه في اي جوبايه يعني بيكون في ناس اعلى منهم. بالتالي انت لو انت ليفل او حاجه زي كده، انت ليك مثلا انت والله تعمل لي اكستراكت مثلا الفايل ده، اعمل لي عليه مثلا، هات لي الداتا بالسيكوال مثلا، حطها لي على الفايل ده وخلاص كده. ده most of them at least in the first couple of weeks مثلا. بعد كده بياخد حاجات زياده كل فتره. فده اللي بيتم. الكومباني مثلا طبعا هنا انا بتكلم على الجوب تايتل بافريج يوزر اكسبيرينس. زي ما قلنا برودكت اونر مثلا هو اهم حد بيكون عنده الخبره بتاعته ما يقارب اكتر من 7 سنين. هنا ده كان حاجه خاصه بالاي اي سهله يعني استخدمتها، اللي هو بيجيب لي لو الجوبايه مثلا دي سبلاي تشين ولوجيستكس هتكون انسايت بنسبه ما يقارب على 1.25%. يعني نسبة عالية. ليه؟ لأنه والله حاجة خاصة سبلاي تشين وحاجة خاصة زي UPS مثلا في أمريكا أو حاجة زي كده. أو كان في مش عارف إيه عندنا لوجيستكس في مصر بجد يعني، بس يعني هي دي مثلا جت في دماغي حاليا. والله يعني بص كمبيوتر نتورك مثلا، لما بص ريموت بقى هتلاقي أول حاجة سوفت وير مثلا. أول حاجة كومباني اندستري، أي حاجة كومباني اندستري إذا مش عارف إيه، كومباني اندستري فاسيلتي سيرفيس، أي حاجة خاصة بالكمبيوتر هتلاقيها ريموت. وده اللي بيأكد عليا كلامكم على كلامي في حتة حاجة زي كده. هنا بقى سألت والله لو أنا اتسألت مثلا بعمل حاجة زي كده زي ريل مثلا انترفيو حاليا أو ريل برزنتيشن، وحد سألني سؤال اوت اوف نوير، جه قال لي والله أنا عايز أعرف آه how many person use cloud in the same. طبعا بعد رغم احنا جبناها، وكنا احنا عايزين مثلا نسأل how many person، والله يعني مش عارف هتيجي ولا لأ، use cloud and mid senior. والله يا جدعان انا مش عارف هي هتعمل ولا لا. اه اوكي تمام. how many cloud jobs cloud.
counter job skills الناس بتستخدم والله هو يعني ممكن في حاجات طريقة أحسن، يعني هو أكيد هيبقى في حاجات منطقية أعلى من كده، ولكن خلينا مثلا توب جوب بوستنج جوب لوكيشن. خلينا حاجة زي كده، عايز أعرف البارت تايم مثلا، والله تلاقيه بيوضح لك حاجة زي كده. بعد إن أنت بتكليك هنا تلاقيه نزل لك هنا مثلا، طبعا أنت بتنزل بحاجة زي كده أهو. والله عندك كاليفورنيا، نيويورك، تكساس، واشنطن، مش عارف مين، وإلى ما آخره. طيب دي حاجة زي كده بتساعدك لو أنت إيه في بروجكت أو حاجة زي كده بتستخدمها طبعا. طيب وبس كده ودي طبعا خلاص أنا بتوب ني discuss in the all positions. نبدأ